السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام الأخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وبما تتمنوا إن شاء الله. كما قرأتم في العنوان أنني اليوم سأتكلم عن الظلم وعاقبته. وكما علمتم وعلم الجميع أن هناك ثلة من الناس بالأمس قد قاموا بقذفنا وشتمنا وسبنا أنا ومريم شلش. جئت اليوم ليس لأجلي أنا، بل لكي أبين عظم الأمر وجلله، وأن الظالم له عاقبة عند الله تبارك وتعالى. إن لم تقتص منه في الدنيا ستقتص منه يوم العرض عليه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن بعض الناس كما يعلم الجميع يطلقون ألسنتهم في أعراض المسلمين ظلما وجهلا بعاقبة ما يفعلون، فتراهم لا يتورعون من غيبة المسلمين ولا يترددون عن الطعن فيهم وإطلاق ألسنتهم فيهم، بل ويلصقون التهم فيهم إما بسوء ظن أو بغير بينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما يعلم الجميع أن جاء التحذير في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. الدليل في القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لن يغفل الله تبارك وتعالى عما يفعل الظالمون. كذلك في السنة النبوية قول النبي رواية هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك مال هذا وضرب هذا، فيعطي من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، ركزوا معي الأخوات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إلا سالت ليه ديك الحسنات اللي عنده كياخدوا من السيئات ديال المظلوم وكتطرح عليه ثم يطرح في النار. قلت: وهذا معنى المفلس. فالناس لها حقوق لا بد أن تؤخذ بالعدل. وهذه الأشياء المذكورة في الحديث تدخل تحت مسمى الظلم، سواء كان بالظلم بالشتم أو بالقذف أو بأكل مال مسلم أو ظلما بسفك دمه أو ضربه. فهذه مظالم، لابد أن تفهموا أن هذه مظالم عند الله تبارك وتعالى، لابد أن يستوفي أصحابها حقوقهم ممن ظلمهم. إن لم يستوفوها في الدنيا كما قلت سيستوفونها في الآخرة بإذن الله عز وجل. كذلك وكيف لا وقد تؤخذ المظالم حتى من الحيوانات. والدليل قول رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو تودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. فيا من ظلمت إخوانك تدبر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تخيلوا معي أن أوجه جملة وأقول: عند الله تجتمع الخصوم، أنني لن أسامح في حقي في كل من سولت له نفسه أن يتكلم بما ليس فيني أو يطعن فيني أو يسبني أو يشتمني. أكيد أن الناس حتى هم لن يسامحوا في مظالمهم.
أما أنت أيها المظلوم، سواء أنا أو أنتم، أقول لكم صبر جميل صبر جميل، عسى الله أن يأتي بالفرج والنصر من عنده، فنصبر ونحتسب ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتحمل حقوق عباده عنا، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها. أخوات، نهضروا شي شوية، نحاولوا أن يعني نهضروا بالدارجة ونبينوا أن عظم هذا الأمر. إلا قدرت شي شوية أن حيت ملي كنبغي نهضر بالدارجة كنلقى راسي أنني أنا كنهضر باللغة العربية، ولو أنني لا أحسن الحديث باللغة العربية، لكنني أنا أحاول أن أتكلم في بيتي ومعكم باللغة العربية كي نحيي لغتنا، لأن هي اللغة الأم. الأخوات، كيف قلت لكم، ضروري خصو يعرف هذاك اللي كيسب وكيشتم وكينزل في الناس وكيهضر بما ليس فيهم ويقذفهم بما ليس فيهم، أن له عاقبة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أنا جيت باش نبين لكم. بارح الأخت اللي كتهضر وكتقول الأخوات المختمرات بحال قالت تفو ومنافقات نتوما، والاخوات المنتقبات راه جالسين شادين القران الكريم. واش الاخت المنتقبه الاخوات كتشد غير القران الكريم وكتعتكف ما كدير حتى شي حاجه في هذه الدنيا؟ الا تتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: اني اخشاكم الى الله واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أضعه صوب أعين هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في دين الله تبارك وتعالى. ودمتم بخير. استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.